إمام عاشور كان بيتمشى مع مراته الساعة 3 الفجر. قال لها الجو حلو ولسعة الشتا دي بتخليني عايز أجري لحد الصبح. إمام فجأة قال لمراته تعالي نعدي من قصاد بوابة الأهلي، قلبي واكلني على النادي. ولما وصلوا قصاد البوابة قرر إمام إن يدخل ويقعد جوه شوية، واللي كان خايف منه حصل. إمام شاف نور جاي من بعيد من المكان اللي فيه دولاب بطولات الأهلي. قال لمراته أنا حاسس إن في حاجة بتحصل، أنا هروح أبص على المبنى اللي فيه دولاب بطولات الأهلي، ولو اتأخرت عنك نص ساعة اتصل الكابتن محمود الخطيب ينقذني. إمام قال لها لا إله إلا الله وسابها ومشي. أول ما إمام وصل لقى كشافات شغالة وناس بتتسحب وبتحاول تفتح دولاب البطولات. فضل يراقب من بعيد، لقى 3 أشخاص ملثمين بيفتحوا الدولاب بشكل احترافي وكأنهم مسجلين سرقة وواخدين على كده. إمام كان كل اللي في دماغه يعرف مين الأشخاص دول بالظبط، عشان كده ما عملش أي صوت عشان محدش يحس بيه. لقى الدولاب اتفتح